لينا صباح زاد بغاو يدققوا بداو هذا بالعاني داو مولا بيتي داوه باش بعدوه متريق علينا زادوا كلخوا لبنتي الكبيره هي وراجلها زادوا داوهم ومن بعد عادوا يكسروا قعدت انا ووليدي صغير وبنتي قعدنا عادوا يعيطوا بالسيف حلوا الباب ما بغيناش نحلوا نقولهم كي تجيبوا مولا بيتي نحل الباب هو مول الدار وهو يفتح الباب انا ما نقدرش قلنا تفتحوا ولا من بعد مع وليدي كلمه هنا جيش لا بوليس جيش لا بوليس او بعد راهم معانا قرب نص ساعه ولا كي ما بغيناش نفتحوا انا جيت عند الباب وهو كسروا الباب عطاني هنا بالباب الويسي تاعو ولا بوليس في السبيطار واش قالوا لك؟ ما رحتي للسبيطار؟ من بعد هذاك الصباح داوني السبيطار تغميت طلعت لي لا طونسيون السكر عندي لا طونسيون السكر طلعوني فدوني داوني جابوا لي كيفيه داوني داروا لي تشكا طاب ما حبيتهاش جاو يقعدوني خليت بنتي وحدها من بعد عاودوا جابوني وهذه الورق تاعها هادو دركا عاودت وليت رحت باش نروح للطبيب الشرعي لقيتو العشيه غالق عطاوني هذا باش ندير للطبيب الشرعي هذه موضوع وليدك ثاني ضربوه وليدك الصغير ضربوه هنا والجيران تشوف انا ما شفتش برا قالوا لي رفدوا فيه 4 ويخضوا فيه ضربوه بتيليسيتي قالوا ضربوه بتيليسيتي انا باليش من زمان وليدي ما هضرتش معاه هذه باش نروح للطبيب الشرعي ودوكا راكو برا ورانا برا شوف وليدي دوزنا ما عندنا لا دار لا دوار والو ديروا قيطون برا نديرو قيطون ما عندنا لا دار لا دوار ما عندناش شوف دوزنا وش هي الرساله اللي توجهها للسلطات؟ نوجه يشوفوا لينا يديروا لنا حل حقرنا جابوا لنا دوله تاع تقول راحوا يخرجوا بلادن جابوا لنا دوله كبيره اخويا دوله ماشي واحد هذا يجي تخرجوا من الدار 2 3 ما تجيبلوش دوله يكسر عليك الحرم غير انا وبنتي كسروا علينا الحرم كسروا علينا الباب انا وبنتي برك بنتي صغيره عام ونص مسكينات وحده مرضت على بالها من الجيران شاهدين داوها شراو لها لي سيبو شراو لها في وقت كامل الوزاره يسرقوها يختلسوا في الاموال واحد ما يحاسبهم واحد ما يجيب قوه باش يخرج وهذا اللي راهو يطمع في القربي هذا راهو عنده الفيلا في واد الرمان عنده هذا الحانوت عنده جوال في ملاح عنده حانوت واحد اخر وكان بكري واش كان يدير كان يبيع البيض ب2 دورو و3 دورو لو كان ماشي سارق الدراهم هذو ما يديرش هذا المحل ولا لا كان ما سرقش سرق يا الدوله يا كان خدام الارهاب واحده من الزوج شكاير باش يجيب يعطي شكاير للويسي وللمحامي امبوسيبل ويدير الحوانت هذا واحد خدام عرقه حنا خدام عرقه على ما درنا والو علاش ما درناش خدام عرقهم هم الجيران هم في بيوتهم والجيران على بالهم اللي دارنا متنسين ساكنين كاع على بالهم هذو كاين اللي سكنوا قبل منا دارهم هم شاهدين ثم الان هاي الحاله هايده في الشارع راهي هايده تروح شارع خرج وروح شارع وعندك قضيه انه تانك وليدك حسين اللي حولوا عام حبس على قرايه لا اله الا الله قول لا اله الا محمد رسول الله دوك ملي ما نقولوش لا اله الا محمد رسول الله خلاص منعوها في الجزائر ما نزيدوش نقولوا لا اله الا محمد رسول الله ما في حتى والو فيه غير كلام من قمع القمع ان وليدك مسجون هو ولا بيتي 4 شهور على جال قعدت 4 شهور ثاني في الحبس قبل وليدو على جرايه لا على جر قايس تما من ظلم لظلم تعاني من العائله من الظلم حنا رانا من الظلم خويا الاخر شوف كيفاه الاخر اين هي برا سكنات الرئيس اللي يتكلم عليها في كل وقت يقول بلي كاين سكنات كاين محلات ماشي بصح رحنا لاميري رحت درت الدوموند الخطره اللي جاليه الاولى رحت ما استقبلنيش ما 14 سنه هو يقول بلي سكنات ما استقبلنيش المير اصلا في الخطره اللي فاتت كي جاو يخرجوني ما رحت نجري ما استقبلناش الارهاب هذا الارهاب ورا الارهاب هذا هو الارهاب صح علاه يروحوا يشوفوا الارهاب علاش اللي على القرايه يحاسبوه واللي خرج عائله مظلمه ما يحاسبوش واللي مخرجونا على ما يحاسبوش ولكن مثل لا اله الا الله محمد رسول الله الصرامه هذه اللي استعملوا اليوم والقمع اللي استعملوه اليوم يستعملوه مع ناس واحد اخرين سرقت يودوا راح كاع يخرجوهم كاع كاع يجوا لك فرنسا علاش نطوروا معنا علاه خرجوا فرنسا
عاد يجوا يقولوا الفرنساويين يدوا شيهم يخرجوا في الجزائريين خلاص ما بقاتش. العنف داروا معنا خرجونا بالعنف 17 سنة ثورة على جرم على دور الثورة 7 سنين ونص علاش؟ رقدوا في القاعة هكذا نرغوا 7 سنين ثورة علاش؟ أنا باش فهمت 50 سنة بعد يعاودوا يولوا مستعمرين يدوا شي اللي خلاوه ويحوجوا الجزائريين. هو مريض راهو بالدواء هاد السمانة كامل هو بالدواء مريض في حالة. يقول لك اللي راه 17 سنة هو مريض حوسي سحنون هو مريض هاو الدواء ما عنديش عارفة كاع وراني درت له دواء. يرهب الدولة. يبات شحال كل اللي يروح للسبيطار حتى يديروا له تشكا يا باطل بوشناف. واش قالوا لك في مركز الشرطة اليوم؟ راك تعرف قعد يسلك روحه وانا الله غالب وانا مبعوث وانا خدام وانا كذا تسمى ماهوش رجال قانون راهم رجال اوامر. رجال اوامر قال ما يخدموش بالدين. انا تنبلغ غير كيما دخلت الكوميساريه واحد قال لي انا نعرف 6 لغات قال له هذا واش من الله كولر الاخر قال له صفر قال له بالفرنسي كيفاه انا قلت له جون باش زاد قالها له باليهوديه تما هذوما الدوله هذه تقريهم باللغه اليهوديه انت اللغه انا كيما نستعرف الدوله ما نهضرش باللغه تاعها البوليسيه يا خو ماهمش رجال قانون رجال اوامر. قال لي رجال اوامر رجال مصلحه احنا جانا امر تعليمات يعني الامر ما ماشي تعليمات جانا امر ننفذوه. هو جا مول هذا اللي قال لك شيء جا ومخبي كي المراه مخبي ورجع وبعث لك